السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. مرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة ينبوع الواحة. موضوع جديد ممتع وشيق ألا وهو التعاون، فالتعاون هو العمل مع الآخرين ومساعدتهم، وذلك لتحقيق هدف مشترك بطريقة تساعد الجميع. فعندما نتعاون يصبح العمل أسهل وأكثر متعة. في المدرسة مثلا يمكننا أن نتعاون مع زملائنا، وذلك أثناء حل الواجبات أو تنظيف الصف. أيضا في المنزل يمكننا مساعدة أهلنا، سواء كانت المساعدة في ترتيب المنزل أو إعداد الطعام. إن التعاون يجعلنا نشعر بالسعادة لأننا نشارك الآخرين ونتعلم منهم، كما أنه يعلمنا الاحترام والصبر. فعندما نعمل معا يمكننا إنجاز الكثير، ويمكننا تحقيق أشياء كبيرة لا يمكننا إنجازها بمفردنا. كما أن الله يحب المتعاونين. ولقد أوصانا أن نكون يدا واحدة، فلنحرص دائما على التعاون في حياتنا اليومية لنحقق النجاح والسعادة. إلى هنا نصل إلى نهاية الفقرة. ننتظركم في مواضيع أخرى. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن العملة الرسمية المستخدمة في دولة إريتريا هي النكفة الإريترية، أو النقفة كما ينطقها الإريتريون؟ أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة مع حكايات جحا. كثيرا ما نجد رجلا أعسر أو امرأة عسراوية تأكل أو تعمل أو تشرب بيدها اليسرى، ولكن هل قد سبق لكم رؤية حمار أو حيوان أعسر؟ لم نرى ذلك إلا في بغلة جحا، وأيضا لم نعرف ذلك إلا منه. عندما كان مسافرا مع جماعة ونزلوا للراحة في مكان، ثم أرادوا أن يستكملوا السفر ويستأنفوا السفر، فطلب جحا بغلته فأحضرت له، فوضع رجله اليمنى في الركاب، وكان من المفترض أن يضع قدمه اليسرى ليكون ركوبه صحيحا، ولكنه عندما وضع اليمنى وقفز جاء ركوبه مقلوبا، أي أنه وجد وجهه مقابل ذيل البغلة، فضحك كل من رآه فقال لهم: أنا لم أركب بالمقلوب، ولكن البغلة عسراوية. هذه الفقرة
للأصدقاء الصغار فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء. ترى ما الحرف الذي سنتعلمه اليوم؟ أحسنتم، إنه حرف الدال. الآن لنبدأ بالحركات. في الفتحة نقول د، كرروا معي د. أما في الضمة نقول دو. هيا مجددا دو. وفي الكسرة نقول دي. هيا مرة أخرى دي. حسناً، لننتقل إلى الأمثلة والكلمات. ما هذا الشيء يا أصدقاء؟ أحسنتم، إنها دراجة. وماذا عن هذا الحيوان؟ هل عرفتموه؟ هذا صحيح، إنه دب. حسناً، وما هذا الحيوان؟ نعم صحيح، إنه ديك. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نقرأ معاً قصة جميلة؟ قصتنا ستكون مع حرف الدال. ذهبت دينا مع والدتها إلى محل عم داود. عم داود عنده محل لبيع الطيور. اشترت والدة دينا دجاجة بيضاء وديكاً كبيراً. بهذه القصة نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية فقرتنا وحرفنا لليوم، حتى نلتقيكم في حرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الدال، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تعطياني اسم دولة أو مدينة بحرف الدال. تفضل يا محمد. دنمارك. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم ذكر أو مؤنث بحرف الدال. تفضل يا علي. درو. نعم. درو. إيش درو؟ اسم أنثى. اسم تركي. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ تفضل يا محمد. طلال. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم جماد بحرف الدال. تفضل يا محمد. دولاب. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا. لا بأس. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الدال. تفضل يا علي. ديك. أحسنت، إجابة صحيحة. تفضل. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. دب. أحسنت، إجابة صحيحة أنتم. أعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في فقرة جديدة ومسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم يا أصدقاء، عدنا لكم بفقرة قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما قرر إخوة يوسف أن يلقوا بيوسف في البئر، فوافق على هذا الرأي جميع الإخوة، وذهبوا إلى سيدنا يعقوب وجاءوا إلى يعقوب، وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا، وكان يعرف أن الإخوة يحسدون يوسف ولا يحبونه، ولذلك كان لا يرسل يوسف مع إخوته، وظل يوسف يلعب مع أخيه ولا يذهب بعيدا. وكان الإخوة يعرفون ذلك، ولكنهم عزموا على الشر. قالوا: يا أبانا، لماذا لا ترسل معنا يوسف؟ هل تخاف عليه؟ هو أخونا الصغير وأخونا العزيز، ونحن أبناء أب، والإخوة دائما يلعبون جميعا، فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا؟ فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وكان يعقوب شيخا كبيرا عاقلا وحليما، وكان يعقوب لا يحب أن يبعد عنه يوسف، وكان يخاف على يوسف كثيرا، فقال لأبنائه: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: أبدا، كيف يأكله الذئب ونحن حاضرون؟ وكيف يأكله ونحن شبان أقوياء؟ وأذن يعقوب ليوسف، وفرح الإخوة كثيرا لما أذن يعقوب ليوسف، وذهبوا إلى الغابة وألقوا يوسف في بئر الغابة، ولم يرحموا يوسف الصغير ولم يرحموا يعقوب الشيخ الكبير. وكان يوسف ولدا صغيرا، وكان قلبه صغيرا، وكان البئر عميقا ومظلم، وكان يوسف وحيد، ولكن الله بشر يوسف وقال له: لا تخف ولا تحزن، إن الله معك. وبشر الله يوسف وقال له: لا تخف ولا تحزن، إن الله معك، وسيكون لك شأن. سيحضر لك الإخوة وسوف تقول لهم بما فعلوه. ولما فرغوا من شأنهم واجتمعوا وقالوا: ماذا نقول لأبينا؟ قال بعضهم: كان يقول أبانا إني أخاف أن يأكله الذئب، فنقول له: صدقت، قد أكله الذئب. ووافق الإخوة على ذلك، وقالوا: نعم، سوف نقول له أن الذئب قد أكله. قال بعض الإخوة: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: دليل ذلك الدم، فأخذوا كبشا وذبحوا، وأخذوا قميص يوسف وصبغوه بالدم، وفرح الإخوة وقالوا: الآن سيصدقنا أبونا. عندما أتوا بقميص يوسف إلى سيدنا يعقوب. ستعرفون كل هذا في الأسبوع القادم. كان معكم موسى كبيري وموفق ناصر، والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائنا المشاهدين في حلقة جديدة لهذا اليوم من حكم اليوم. واليوم لدينا حكمة جديدة والتي تقول: العقل مثل العضلات، يحتاج إلى التدريب ليصبح أقوى. والآن سنأخذ رأي الشباب الطيبون، والآن سنأخذ رأي عبد الوهاب. رأيي هو مثلا العقل هو مو قوي، لازم أول شيء يدرس عشان يصير ذكي، يدرس ويسوي أشياء كويسة هكذا. بارك الله فيك يا عبد الوهاب. والآن ما رأيك يا صديقنا علي؟
العقل مثل العضلات يحتاج إلى التدريب كي يصبح أقوى، بمعنى أنك العقل هذا عليك أن تدرب. مثلا حفظت الصورة، مش عليك بس تحفظ خلاص تنساها، لازم تثبتها وتكتبها وتعمل أشياء كثير عشان تكون ثابتة في عقلك. أنت بتروح الجيم بتتدرب كثير، صح؟ عليك أن تدرب العقل مثل ما تدرب نفسك في الجيم. أحسنت يا علي، بارك الله فيك وجزيت خيرا. والآن ما رأيك يا محمد؟ العقل زي العضلات، مهما أنت تقرأ وتتعلم وتسوي أشياء جديدة فأنت تخلي عقلك يكون قوي، زي ما أنت تتدرب عشان تكون أنت جسدك يكون قوي، فأنت كمان لازم تتدرب بالعقل، وهذا تتدرب عشان تكون شخص ذكي. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. وهكذا تكون انتهت حكمتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أصدقائنا المشاهدين على إعطائكم وقتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. الألواح الخشبية تضعوها جانبا، وأنتم هناك هيا أسرعوا. حضر الرسل يا سيدي، فماذا نفعل؟ إنهم هناك عند أسفل التل، فهل نحضرهم إليك؟ حسنا، فليحضروا. هذه الخيمة، فأين السلطان؟ ما الذي يحدث في هذه البلاد ولماذا تبنون هذه الحصون؟ تعال ستقابله حالا. الإمبراطور قسطنطين يطلب إيقاف بناء الحصون. أيها الرسل، اعلموا أن الهدف من بناء هذا الحصن هو حماية بلادنا، وأنكم باتحادكم مع ملك المجر منعتم والدي من العبور إلى حصن روملي، وبعملكم هذا أجبرتم والدي على طلب المساعدة من أهل جنوة، وكنت معه في ذلك الوقت، وأنا أنفذ قسم والدي. ساحل الأناضول لي، لأن كل سكانه من المسلمين كما تعرفون، ولي ساحل روملي أيضا، ولن أسمح لأحد أن يعترض على ما أفعل. أبلغ سيدك أننا قادرون على حماية كل شبر أورثنا الله إياه. تستطيع الانصراف الآن، اذهب، لكن إياك أن تعود لمثلها ثانية، سأعد ذلك تدخلا في شؤوننا.
ولن تكون رسلكم أشخاصا غير مرغوب فيهم فقط، بل سيعاقبون في أرضنا في المرة القادمة. هيا يا رجال، تابعوا العمل. انظر، هذا هو السلطان. سلاما. نحن لم نميزك إلا بشق الأنفس. هيا بنا. كان السلطان محمد يهتم بمعرفة كل ما يدور داخل أسوار القسطنطينية، وقد اعتمد على بعض السكان الذين اعتنقوا الإسلام من أهلها، فكانوا ينقلون إليه الأخبار باستمرار، ويجتمع بهم سرا كلما دعت الحاجة. أيها السلطان، إن رجالنا يحرسون الباب الآن، وقد رتبوا كل شيء وهم ينتظرون وصولنا بلهفة. اشتقت إلى رؤياهم حقا، ولكني في البداية أريد أن أتحقق تماما ارتفاع الأسوار بنفسي. الأسوار تبدو عالية من جهة البحر أكثر مما تبدو عليه من الجهة الأخرى يا سيدي. لا عليك، سنهاجم من اليابسة ونعبر الأسوار بإذن الله. الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. السلام عليكم يا أصدقاء، وفقرتكم التحدي التي تنتظرونها دائما مع صديقي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنتما مستعدان؟ أجل. نعم. ماذا عنكم يا أصدقاء؟ أحسنتم، أنا أرى حماسكم. الآن ننتقل مباشرة إلى السؤال الأول لصديقنا علي، والسؤال يقول: كيف تحافظ على الصلاة؟ هل بالصلاة في وقتها؟ أم أنام في وقتها؟ أم ألعب في وقتها؟ ما رأيك يا علي؟ الجواب الأول. الجواب الأول بالصلاة في وقتها. لنرى ونتابع. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلتها. ممتاز. فلنذهب إلى السؤال الثاني لصديقنا محمد. السؤال يقول: كيف تستعد للصلاة؟ هل بالجلوس مع الأصدقاء؟ أم بمشاهدة التلفاز؟ أم بالوضوء؟ الجواب الثالث، بالوضوء. بالوضوء. ممتاز، فلنرى الجواب إذا كان صحيحا. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. الآن نذهب مع بعضنا إلى السؤال الثالث لصديقنا علي. السؤال يقول: ماذا تلبس للصلاة؟ هل تلبس ثوبا متسخا؟ أم ثوبا نظيفا ساترا للعورة؟ أم فستانا قصيرا؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني، ثوبا نظيفا ساترا للعورة. أجل. حسنا، أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. أجل، لقد فعلت. إنك تضحك. ما الذي يضحكك يا علي؟ الذي يضحكني الفستان القصير. هذا الفستان للبنات يا علي. حسنا،
الآن ننتقل إلى السؤال الأخير وصديقنا محمد. هل أنت مستعد يا محمد؟ نعم. إذن إلى أين تتوجه في الصلاة؟ هل تتوجه أو تتجه إلى المسجد أم إلى الكعبة أم إلى المسجد الأقصى؟ الجواب الثاني، إلى الكعبة. إلى الكعبة، وهو المقصود القبلة، صحيح؟ نعم. حسنا، نرى الجواب. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم، فعلتها. أحسنت. أي نعم، نحن نتجه إلى الكعبة ولكن نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، صحيح؟ أجل. نعم. وقبلتنا الأولى هي المسجد الأقصى. صحيح، أحسنت، كانت هي القبلة الأولى والآن هي الكعبة، صحيح؟ أجل. حسنا يا أصدقاء، لقد شاهدتم التعادل بين صديقي محمد وعلي، على أن ننتظركم في الحلقة القادمة وفقرتكم التحدي والأسئلة الممتعة والشيقة في العقيدة والصلاة وغيرها. ننتظركم وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء في لغز اليوم. إجابة اللغز الماضي هي الحمار الوحشي، وكانت إجاباتكم صحيحة. أما لغز اليوم يا أصدقاء، ما هو الشيء الذي لديه أسنان لكنه لا يعض؟ ننتظر إجاباتكم ومشاركاتكم عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي. نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش أقول الحين؟ اللقاء. آمين. ولكن البقرة عسراوية. البغلة. كيف يأكله الذئب؟ ولم يرحموا يوسف الصغير ولم يمحر وقتها. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين على إعارتكم وقتكم لنا. لا هذا بالطبع. يوتيوب ده. أي سيدنا نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. لا يا أخي.